السلام عليكم، معاكم احمد بدرو. النهارده ان شاء الله هنتجول كده في الشنطه بتاعتي والخزنه، ونبتدي نشوف الايتمات اللي معظم الناس مش عارفه هي بتعمل ايه او ايه لازمتها. تمام، عشان الايتمات هنا في كام حاجه كده مختلفه شويه. فخلينا كده نفتح الشنطه كده ونشوف اول حاجه تيجي في وشنا. الايتم دي مثلا، الايتم دي بتبقى بتعمل لك ابجريد في الزرك بتاعتك. تمام، بس هو كده الابجريد بتاع الزرك مش بيتفتح غير في ليفل 80، فانت كل اللي عليك في الاول ان انت تقعد تحوشها لحد ما ايه، ما يجي ليفل 80 وتبتدي تعمل ابجريد للزرك بتاعك. تمام، عندك تاني اللي هي الايتمية دي بتبقى مثلا بيقول لك انت معاك نمر اللي هو بتتحرك بيه 7 ايام. طبعا لما بيبقى وراه موف كده، يعني نمر موف، يعني سرعته تقريبا متوسطة، اسرع حاجة بتبقى دايما الذهبي. تمام، ننزل تاني ننزل هنلاقي الوردة دي بتحطها في الأرض، بتجمع الوحوش عليك، بحيث إن انتوا لو في بارتي أو حاجة الوحوش تتلم عليكوا فتقتلوا أسرع وتظبطوا الدنيا أكتر. تمام، عندك تاني هنا السكرول يعني معظم السكرولات بتبقى سبيد. تمام، بس دي هنا مثلا هتلاقي مكتوب هيت ريتيو. تمام، فدي بتعلي الهيت ريتيو 30% لمدة ساعة. هيت ريتيو يعني الدمج بتاعك اوفر اول هيبقى أحسن. تمام، دي سكرولات الديفنس، سكرولات الدامج، دي سكرولات السبيد 50%. طبعا معظم الناس المفروض تجيبها الاوروبي بالذات عشان يعرف يتحرك اسرع في اليونيكات والاكتيفيتي اليوميه والكلام ده، تتجاب من بتاع الاكسسوري في اي مدينه. تمام، ننزل كده تاني، عندك اللي هي ديسولف ستون دي لما بتيجي تعمل بلوهات في اي مثلا سلاح او اي مثلا لبس او الكلام ده كله، دي بتخلي نسبة نجاح البلو اعلى. تمام، عندك الجوهرة الموف دي بتعمل ابجريدات في الديفل، ودي نفس الكلام بتعمل ابجريدات في الديفل. عندك دول كان في ايفنت من فترة كده بتجمعهم عشان خاطر تفتح بوكس كده بيديك سكرولات، بيديك كام حاجة اللي هم التلاتة دول. دي ايتمات يعتبر ايفنت، ما يعني لو الايفنت خلص عادي ممكن تبيعهم، ملهمش اي لازمة. تمام، عندك مثلا الايتمية دي دي بتقولك ان هي تنفع تسكيب الكويست اليومية. يعني مثلا لو دخلت هنا ودوست على الفيرم دي، هتروح هناك تعمل الكويست بتاع الفيرم اللي هو الكويست اليومي. دي ممكن تخليك تسكيب كويست واكنك عملته وايه وتستفاد منه. طبعا ده اتاك بيت فوكس. طبعا هنا بيقولك لازم تحوش 10 منه عشان خاطر 10 من الفوكس المدور ده عشان خاطر تقدر تفتحه اصلا. تمام، ايه تاني في اللي هو الدستروير ريندو ده عادي، ده معروف بيكسر ايتمات. دي الريس سكرول. طبعا كل ما بيبقى معاك ريس سكرول كل ما بتصحى ببلاش، ما يقولكش انا عايز سلك والكلام ده كله. تتجاب طبعا من الارينا شوب. دي ايتمية بتتلبس في البيت، يعني مثلا انت لو عندك دب او حاجة ممكن الايتمية دي ايه تبتدي تلبسها في الجريب بت بتاعك. فاهم؟ يعني لو دوست هنا كده المفروض ايه، لو دوست هنا كده بقدر احط الايتمات، فباجي اهو ايتمية اهي لبستها. تمام، بس هو بيقول لي ان الايتميه دي ليفلها مش يعني عالي على على الدبه دي. تمام، فانا المفروض لو معايا كذا ايتم هنا ببتدي ان انا ايه احط ايتمات للبيت بتاعي فيكون اقوى او الكلام ده. تمام، طبعا الايتميه اللي انا وريتها لك مش ظاهره هنا عشان خاطر هي ممكن تكون ما بتتلبسش على الدبه، بتتلبس على حاجه تانية. تمام، بس هنرجع تاني للشنطه. ايه تاني، عندك البيض ده هو اللي بيتكسر عشان خاطر يجيب لك البيتس دي، فتجمع 10 منهم فتنزل البيت والكلام ده. عندك ديت دي بتبقى حاجات بقى بتعمل وحوش مثلا، بتخليها معاك. مثلا الوردة برضو حاجات بتاخدها عشان برضو تخليها معاك. الحاجات دي كلها يعني معتبر ملهاش اي لازمة. تمام، هي بس بتستفاد منها في الكوستات. يعني مثلا الكوست بتاع الفيرم ده، يعني انت الفيرم ده كده كده لما تروحه اللي هو اللي هنا ده، لما تروحه ممكن تلاقيه بيطلب منك حاجة من الحاجات اللي هي معاك اللي هي ملهاش لازمة دي، فهتحتاجها عشان خاطر تخلص الكوست بتاع الفيرم فيديك اكس بي احسن وتخلصه اسرع. تمام، فكل الورد والكلام ده كله بتحتاجه في الكلام ده. برضو في الاكتيفيتي بتاعت الجلد، يعني مثلا دخلت هنا، دخلت في الاكتيفيتي هتلاقي برضو الناس ايه محتاجه شويه حاجات كده تساعدهم. ممكن تلاقي حد محتاج ورده، محتاج حاجه من الحاجات اللي انت فاكرها ملهاش لازمه دي. تمام، فاحنا يعني بنخليهم احتياطي عشان لو حد محتاجهم ندهم له. يعني بص، هو الايتم اللي كنت لسه بقول لك عليها موجوده اهي هنا، في واحد عايزها. تمام، طبعا انا كده كده مخلص فمش هينفع اديله. بس يعني هو عشان انا عارف ان دي اكتر حاجه بتزاول الناس، ابيع دول ولا ما بيعش؟ لا يعني بيعهم بس مش كلهم، سيب حبه عشان هتحتاجهم في الكوستات والكلام ده لما حد يحتاج كوست. تمام، ايه تاني،
عندنا ده الاكل بتاع البت اللي هو اللي بيأتك عشان خاطر يبتدي ايه الليفل بتاعه يعلى. والايتمات دي بتحتاجها لما بتيجي تكسر البت وتخليه تاخد منه ايتمات. تمام، يعني يعتبر دي حاجات ليها علاقة بالبت اللي هو ده وده وده وده. تمام. دي بقى بيقول لك اللي هو الستورج اكسبانشن. الستورج اكسبانشن ده اللي هو يعني بتدوس هنا كده، لو جمعت منها مثلا 18 بيقول لك هتفتح ايه ارقام اكتر. دي الانفنتوري اكسبانشن برضو ايه، بتدوس هنا لو جمعت منها ال 37 تفتح اكتر وهكذا. تمام. طبعا ده اليونيفرسال بيل او البتاع اللي بيشيل السموم بتاعت التريدر. دي الهيلث بتاع التريدر. دي اليمنتس برضو. دايما بحاول اكسر ايتمات بالروندو اللي هم دول، او اكسر شويه زباله بحيث ان يبقى معايا شويه اليمنتس عشان دايما بيحتاجوها في اكتيفيتي الجلد، بتحتاجها في كام كويست الكلام ده كله. طبعا لو انت ليك خلق ممكن تستخدمهم في ان انت تقعد تكسر بقى تابلتات وتطلع منها احجره عشان خاطر تقوي اللبس والكلام ده كله، بس طبعا الكلام ده كله في ليفل قليل ملوش اي لازمه. تمام. خش بقى على الخزنه نشوف ايه اللي عندي في الخزنه. طبعا اهو انا محوش الحاجات بتاعت الزرك زي ما قلت لك. ده بوكس بيديك ستورنات من اللي هي بتعلي الاس تي ار والاي ان تي والكلام دوت. ده بوكس برضو بيديك اليكسيرز، اي اليكسير عشوائي بتدوس عليه بتختار انت عايز انهي اليكسير. دي سكرولات بقى اكس بي 200. دي برضو سكيل بوينت 200، سوري 100% بس ساعتين. الموف دي دايما بتبقى 100% بس في منها ساعة وفي منها ساعتين. دول بقى احجار اللي هما بيجيبوا لك الصن. تمام، يعني لو طلعت هنا كده بره دخلت في الكرافت. تمام. في الكرافت هنا equipments اهي. تمام. يعني بنحاول نجمع مثلا سي اي حاجة انت عايزها بقى، لبس سلاح شيلد. عايز مثلا ده بتحاول تجمع من دي، هو بيقولك عايز 10. تمام، جمعت 10. بتحاول برضو تجمع من دي، لو معاك دول تاخد الصرن في ساعتها على طول. طبعا احنا بنخليهم معانا، طبعا مش محتاجينهم قوي بس بنخليهم معانا احتياطي عشان دايما لما نحتاج سلك ماركت بنتسوح مش عارفين نحط حاجه في الماركت عشان حد ياخدها. تمام. طبعا ده الادفانس اليكسر معروف. دي برضو ايتمية بتعمل ابجريد في الافاتارات. يعني لو معاك افاتار دايم بتقدر ان انت ايه تعمل ابجريد فيه بالايتمية دي. يعني مثلا هنا كده بص، لو دخلت على الكاستم انا كده كده معايا افاتار دايم، فنشوف كده في الريفاين. تمام اهو. تمام. الايتميه دي بتغير في الستيت، وفي نفس الوقت لو عملت لوك على حاجه الايتميه دي بحتاجها. فاهم؟ لوك يعني مثلا ايه، اما ادوس ريفاين كله هيتغير ما عدا دي. يعني لو الرقم هنا عجبني اثبته. تمام. واغير كله لحد ما يبقى تمام. ممكن اثبت 2 لحد ما اعمل الستيت زي ما انا عايزها بالظبط. تمام. بس طبعا انا معيش اي حاجه دلوقتي فمش عارف اعمل، بس يعني فهمتكم فايده الايتم دي يعني. تمام. ايه تاني؟ طبعا دي الاستونات العادية، لاكي باودر. تمام. الاجتماعية دي بقى ايه بتحتاجها برضو عشان خاطر تعمل ابجريد للأسلحة. يعني مثلا لو معاك سلاح مون ممكن تخليه صن، ولو سلاح صن تخليه صن الديجري اللي بعده. تمام. بس انت مش تحتاج الايتمية دي بس، تحتاج ايتمية تانية معاها، والايتمية التانية نادرة جدا يعني انا بس بفهمك هي دي لازمتها ايه عموما. ودي كروت الجاتشا. دي بتروح كده تلعب في المدينة كده حاجة كده حظ، ممكن يجيب لك شوية أحجرة اللي هي شبه دي كده لو انت عايز تجمع منهم، يعني تحاول تجيب حاجة صن والكلام ده. ده جراب بيت طبعا بيلم معاك والكلام دوت. بس كده اعتقد انا شرحت كل حاجة في الشنطة وفي الخزنة. تمام. عندك ايه تاني؟ الشوب مثلا. دي سكرولات زرك. ده وردة. دي وردة اقوى شوية، دي اقوى وردة بقى بتقعد 6 ساعات، بتبقى كويسة اوي في البارتي. ايه تاني؟ ايه تاني سكرول اس تي ار. سكرول اس تي ار مع اي ان تي. دي سكرول اي ان تي. دي بترجع الاس تي ار والاي ان تي خالص، خليهم لك زيرو وتغير براحتك. دي بتنزل السكيلات كلها وتطلعها براحتك زي ما انت عايز. دي بتدخلك الفروجيتن وورلد عشان تجيب الدي في 45، بس طبعا متشتريهاش من هنا، بتشتريها من الجلد شوب ارخص. هي تخش هنا الجنرال برضه نفس الكلام، بس الجنرال بيبقى اغلى شوية. السيلز ده بيبقى عليه اوفر شوية. هنا ممكن تغير الشخصية من ميل في ميل، هنا بتغير الايتمية من ميل في ميل برضو، هنا بتغير اسم الشخصية. ايه تاني؟ سوري، بتغير اسم الجلد ودي بتغير اسم الشخصية. تمام.
بس كده يعني هو تقريبا شرحت لكم اهم الحاجات. في بس هنا اللي هو سبيريت دي مهمة على فكرة، يعني لو حد عايز يظبط الديفل بسلك ممكن يبتدي يجيب من البوكس ده، يديله حجر عشوائي مثلا ده ليفل 45، حجر عشوائي ليفل 25. ممكن تشتري منها كذا واحدة بحيث انت تجيب احجار ديفل بسهولة من غير ما تخش في فورجيتن وورلد يعني. وهنا الماونت بيبقى عندك شوية حصينة وحاجات من دي، لو حابب ان انت معاك سلك بزيادة يعني بتجيب حاجات اسرع وكده. عندك الافاتارات كلها تقريبا 30 يوم لو بتحب شكل افاتار معين، بس منصحكش يعني الافاتار الدايم دايما احسن. خش على هونر شوب، ننزل هنا مفيهوش اي حاجة مختلفة كله معروف. خش على الجوب ستور، طبعا الحتة دي مهمة محدش واخد باله منها قوي. تمام، الجوب ستور فيه اهم حاجة عموما عشان تبقوا عارفين، في اللي هو الكارت بتاع الكوليكت. تمام، فانت لو عرفت تجمع 1400 كل شوية تشتري الكروت بتاع الكوليكت انت هتفرق معاك جدا، عشان خاطر هي دي اكتر حاجة في الجيم مؤثرة وبتغير في الستيب بتاعت الشخصية. فالجوب هنا يعني بص من اهم الحاجات بسبب الحوار ده. تمام. آه طبعا دي الفيرم باس اللي كان بره من شوية. تمام، طبعا الكارت ده لو مثلا انت تريدر وعايز تحول سيف، ولو عايز ترجع بعد شوية تاني تريدر بس ما تخسرش الليفل بتاعك، فاهم؟ فانت لازم تجيبها، بس طبعا 10,000 رقم خزعبلي يعني. تمام. ايه تاني؟ دي بتقلل الدمج عليك في التريدة، يعني بتخلي التريدة بتاعتك يبقى الدمج اللي بيجي عليها اقل شوية. كل واحدة ليها ستيت معينة ممكن تستفاد بيها برضو. تمام، هنا السبيريت بوشن اللي هو بتزود ال اتش بي وبتشيل السموم من على الحصان بتاعك او الكلام ده كله. طبعا دي اعلى واحدة. جلد ستور، طبعا دي اللي هي السكرولات بتاعت الاكسترا ميشن. تمام، ما تحكوش بيها طبعا، بتجيب ميشنات يعني بص ممكن تجيب لك شلل اطفال، فاهم؟ بس تقريبا كده شرحت لكم كل حاجه في الشوب، وكل حاجه ممكن يكون شكلها غريب. تمام. يا رب اكون افدتكم، لو احتجتوا اي حاجه تشرفوني في جروبات. شكرا.